النهارده في عمان في اكبر تجمع ملكي سيارات هوندا في الاردن. النهارده في ايفنت عاملينه خاص بس بملاك سيارات هوندا الكهربائيه في الاردن. اللي ورايا المنظر اللي انتوا شايفينه ده فوق ال 80 عربيه و80 مالك سياره كهربائيه هوندا في الاردن. تعالى كده بقى نبص على الايفنت مع بعضينا ونشوف كام عربيه هوندا مع بعض ونعمل لقاء مع الملاك اللي اتضحك عليها ورموا فلوسهم في الارض واشتروا عربيه كهرباء. يلا بينا. شايفين يا جماعه عدد عربيات قد ايه كهرباء؟ كل دي سيارات هوندا، كل دي ملاك خدت القرار في امتلاك سياره كهربائيه وما خافتش. كل الناس دي وفرت فلوس كتير جدا. كل الملاك دي ما رمتش فلوسها في الارض وحافظت على فلوسها وامتلكت سياره كهربائيه وعرفت يعني ايه سياره كهربائيه مفيده. شايفين فوق ال70 عربيه، لسه في ناس بتيجي تاني. خد القرار في امتلاك سياره كهربائيه ما تخافش. دخلنا يا جماعه اهو، دي قاعه الابداع اللي هيبقى فيها الايفنت. دول كلهم بقى ملاك سيارات كهربائيه. شايفين دول كلهم ملاك اتضحك عليهم يا عيني، رموا فلوسهم في الارض. ايه رايكم؟ احنا هيبقى لنا ان شاء الله كلمه كده في الايفنت. دول السبونسرات اللي داخلين معانا، دول كلهم ملاك سيارات هوندا. بس هنتكلم مع كل مالك دلوقتي، ناخد رايه وناخد تشوفوا ايه العربيه الكهرباء، ايه المفيد فيها. معاك عربيه ايه؟ هونداي ايونيك. هونداي ايونيك كهرباء يعني. كهرباء. ربنا يبارك. مساء الفل يا جماعه عليكم. انا دكتور احمد، اخباركم ايه؟ حبيبي يا مجدي، بنرحب فيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. وحاب هيك تحكي لنا كلمتين عن حالك، عن اي شيء. بص، هو انا مش هحكي حاجه، اه انا هسيب كل مالك سياره كهربائيه هو اللي يحكي. يعني احنا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني فوق ال70 عربيه بره هوندا بس. يعني الملاك لو في حد تجربته وحشه مع العربيه الكهرباء يطلع يحكيها. حد امتلك سياره كهربائيه او حد يعرف حد معاه عربيه كهرباء امتلكها كان فيها مشكله يطلع يحكي. احنا كلنا مالكين اهو، صح كده؟ حد واجهته مشكله؟ اصل كلامكم انتوا المصدق. ممكن انا اكون حد بينشر فكره او حد يقول لك ده بيقبض فلوس من الشركات فبيعمل دعايه ليها، زي ما بيتقال لي انت بتاخد فلوس عشان تعمل دعايه. فانت مالك، انت كلمتك اصدق مني. اتفضل. شواحن الصحراوي مع الشواحن دي انت حابب تتكلم نقطه مهمه جدا. مع طيب البحر لا في شواحن. مفيش شواحن. موضوع الشواحن مش تابع، احنا بنحكي عن سياره. احنا بالظبط، بس هو دي خد بالك هي نقطه اساسيه من نجاح العربيه الكهرباء، وجود شواحن. وجود شواحن. ومع ذلك الموضوع الشواحن رح نحكي فيه، نتطرق له، لكن احنا الحل زي ما حكى هو الحل مش احنا بايدنا، لكن احنا رح نتطرق له كمان في بس احنا ممكن نقول مع تطور، يعني ان شاء الله العربيات تكتر، محطة الشحن الكهربائية اللي الناس دي الشركات بتعملها اكيد بتكسب منها. واحنا برضو لو نتكلم برضو في الاردن وعمان، الاردن كلها 500 كيلو. فال 500 كيلو انت لو معاك عربية تمشي 500 كيلو زي الهوندا، احنا لو قعدنا ندم طول النهار مش هنخلص ال 500 كيلو. فانت يا بختكم، يعني بلدكم صغيرة. شكل العربيات السيارات الكهرباء الوقت لحاله راح يرشد. بسم الله ما شاء الله. 500 كيلو حلو جدا. مين فينا يسوق؟ ما انا معلش برضو، انا في نقطه بس حابب اوضحها للناس. مين فينا هيبقى معاه عربيه بتمشي 500 كيلو؟ اي انسان طبيعي محتاج ياخد ريست من الراحه نص ساعه. مين هيسوق 500 كيلو مره واحده من غير ما يقف ريست نص ساعه، يشرب كوبايه شاي، يشرب سيجاره، يعمل اي حاجه؟ في النص ساعه دي اشحن عربيه الدي سي لو انا مستعجل. تحكموا فيها قاعدين تبعين شواحن. ما دي نقطه غلسه فعلا. احنا هنتكلم في العربيه الكهرباء. طيب العربيه الكهرباء عربيه مفيده. انا جاي اهو مالك عربيه كهرباء، جاي من مصر بيها، مش اول مره اجي، ثالث مره اجي من مصر بعربيه الكهرباء. هتقول لي المشكله برضه اللي واجهتك ايه؟ اقول لك المشكله واجهتني من السفر من القاهره مثلا لشرم الشيخ، مفيش ولا محطه، مسافه 450 كيلو واجهتني. فنفس المشاكل هتلاقيها متقاربه عندنا هنا في مصر والاردن. بس انتوا طبعا اهل الخبره ما شاء الله يعني، فمسابقنا بكتير يعني في العربيات. احنا بنتعلم منكم، ده شرف لينا والله. فاحنا الهدف من التجمع ده احنا عايزين نوري الناس او ننشر الفكره للناس قد ايه العربيه الكهرباء مفيده من ناحيه صيانه، مفيده من ناحيه العمر، مفيده لصاحبها، بيوفر فلوس. بالظبط. مفيش حد متهيألي معاه عربيه كهرباء واجهته مشكله. في حد واجهته مشكله في عربيه كهرباء؟ ايه المشكله اللي واجهتك؟ بطلت تصب بنزين اهو، زعلان عشان ما بيحطش بنزين. قول لي ايه المشكله اللي واجهتك؟ قبل ما يكون مبسوط ميوزك وشي تمام، احلام كيف تمام. بدي اسمع ميوزك زي العادي. ايوه راح الصوت نهائيا بالسياره، نظام الصوت اختفى. تمام. حتى نفس الشاشه لما تكبس عليها ما فيش بيطلع تك تك تك، هاي راحت. نفس مشكله الشاشه بتاعت الاي دي 4. الحمد لله، يعني بيوم واحد انحلت المشكله معي باقل من نص ساعه. ما شاء الله.
انتوا خد بالك انتوا عندكم برضو هنا يعني الهوندا والدونج فينج الجهاز بتاعها موجود عندنا عند العبيدي. فانتوا ما شاء الله يعني غير عندنا. ما تستناش، هاي اول شيء السياره مفيش اعطال فيها. حيكون لازم، انت معموله اي سياره ممكن يكون فيها اعطال، فحتى سيارات البنزين ممكن يكون فيهم اعطال، يعني اللي معاه سياره بنزين مش هيواجه عطل؟ هيواجه عطل. هيواجه عطل. هي الناس فاكره ان العربيه الكهرباء بطاريتها بتبوظ بسرعه. لا هي الفكره الناس برضو ما بص، زي ما الناس بتقول اشاعات، الايجابيات اقل من السلبيات، فاللي بيقول معلومه غلط بتنتشر. زي الاي دي 4 كده، اول ما نزلت الاي دي 4 قال لك ده بتعمل حادثه لوحديها، بواقف في اشاره وبتجري بتخبط مش عارف ايه. ما راح ابعد لك كثير، احنا نوع مش زي الهايبرد اول ما نزل سعره بالظبط. كيف كان الناس تحكي عنه، البطاريه والقصه الان شايف محدش بيركب بنزين. وصل لمرحله بعيده كثير، فالكهرباء بدها شويه وقت لعند الناس هيعرفوا ان ينتشروا. شاء الله. انا يا جماعه سعيد بوجودي معاكم النهارده، وفعلا اتشرفت بيكم، وان شاء الله كده دايما متجمعين في الخير دايما. ربنا يخليك، اتشرفت بيكم. اهلا بيكم. يمكن انا من الناس اللي يمكن من اوائل الناس اللي اشتريت السياره بشهر واحد، بدايه شهر واحد. السياره طبعا انا كنت مستخدم سياره هايبرد، تعتبر من افضل السيارات الهايبرد اللي هي الهونداي ايونيك، وكمان ماخذها زيرو شركه. يعني انا من الناس اللي كنت يوميا اصرف 20 دينار بنزين كشغل تطبيقات. انا صراحه بشتغل على تطبيقات كانت تشتغل مرات 12 ساعه 13 ساعه متواصل، كان مصروفها معدلها 20 18 20. يعني انت بتقول عن مصروف شهري، خليني عطلت يومين بالشهر، 3 ايام بالشهر، 4 ايام، يعني مصروفها 550 600 دينار بنزين بس. والحمد لله من لحظه يعني لغايه الان هي موجوده، بس انا حبيت اجرب السياره الكهربائيه قد ما سمعت، هذا بيحكي عن تجربته وهذا بيحكي عن تجربته. افضل شيء انك انت تجرب بنفسك، والحمد لله يعني كانت تجربه رائعه جدا مع هوندا. حاليا انا ماشي عليها 30,000، مع انه في عندي شهرين تقريبا انا بعتبر حالي معطل، لانه انا قاعد بعمر حاليا، صار لي شهرين معطل. يعني لو اني مش معطل يعني كنت متوقع اوصلها 50,000 بالفتره هاي ترى. وهذا الاشي ترى في تجربه كويسه الي لنفسي، وتجربه لملاك هوندا، كوننا كلياتنا على مجموعه واحده، بعطيك دفعه لقدام انه لا اغامر وظل امشي وادعس يوميا. يعني اذا ما بدي بالغ في ايام والله قاعد امشي فيها 300. انا قاعد ومرات بعدي اكثر مرات. يعني شوف خميس جمعه سبت، خميس جمعه سبت والله مرات توصل 1000 ما شاء الله. حاليا. 30,000 انت صرفت ولا شيء نهائيا، والحمد لله. يمكن صار عندي شيء بسيط كان غلط، وانا هاي طبعا نصيحه كنت بدي انصحها للكل. كثره الملحوظات اللي بتطلع عند الشباب بعد ما يمشي بالسياره، نصيحه يا اخوان، شغل سيارتك، اصبر عليها دقيقتين، ولع سيجارتك، نزل شباكك، خذ نفس، خلي سيارتك تغير هواء، بعدين امشي. ليش؟ لأن السيارة انت لما تشغلها في كمبيوترات بدها تشتغل، لما تتعرف سنسورات بدها تاخذ شغلها وتبلش، اتركها شوي تتنشط وتعمل ستارت، بعدين يا اخي نزل هاند بريكك جيرك. وفي نصيحة ثانية، هاي من نصيحة عشان ما حدا بلحظة من اللحظات يبعث يقول خسرت جير، نصيحة لا تريح سيارتك على الباركينج لو شو مكان، نيوترو، ارفع هاند وارفع رجلك عن البريك، تأكد ان سيارتك اخذت كل عمل على الهاند بريك، حط باركينج. ولا تحط باركينج مباشرة، من باركينج ترجع للدي مباشرة، حطها نيوترو، نزل هندك على دعسة بريكك، حط الدي، حط الريفيرس. لا يمكن بلحظة من اللحظات يعني، وطبعا هاي تقدير من رب العالمين انه يصير عندك الرجة، هاي الرعشة اللي بتصير هاي بعد فترة من فترات، يا بتعمل مشكلة عندك براسيات الاكس قدام، او تعمل مشكلة ومسننات الجير الداخلية. صيانة ما في اي شيء نهائيا، متانة والحمد لله. يعني جمال اتوقع انه مش موجود على اي سيارة ثانية ابدا. وانا اتمنى انه يعني صراحة انه تكون تجربتنا دافع للناس الثانية انها تتوجه لهذا الاشي، لانه هذا الاشي راح يكون ايجابي إلنا احنا كاشخاص. انا بدي اخليك تعلمنا، احنا كلنا شغله نتعلم منك. احنا بدي اصف السياره، اطلع ونزول، شو اعمل بالضبط، كيف اصف،
سهل جدا، ادعس بريك وقفت سيارتك صح؟ حولها من الغيار اللي انت عليه لنيوترو، اسحب هاند بريك، ارفع رجلك عن البريك، خلي سيارتك تحمل كل ثقلها على الهند، وحط باركينج. حتى لو ما حطيتش باركينج مجرد ما طفيتها تلاقي لحالها حولت باركينج، سكر سيارتك وانزل. هذا الاجراء السليم، لانه شوف هي الخساره الوحيده اللي ممكن تخسرها بسوء الاستخدام. طبعا انسى موضوع الان الحمد لله يعني هي ايفي كينج امنونا بشواحن انها ممتازه. انت هيك الان خلصت من شغله الكهرباء، بضل عندك توصيل عمل النقطه. كمان جابوا لنا عرض من ايفي ستور، انا طبعا انا عامل منهم، يعني هذا كمان عرض بخلك انه ما تفكر بشيء اسمه شحن الان اللي هو سوء الاستخدام. سوء الاستخدام ما بصير غير بالاشياء هاي. يعني تدي نصيحه للناس طلباتك؟ اكيد انا بنصح كل شخص انه عشان ما تعاني بالايام الجايه خذ كهرباء من هسه وارتاح، وان شاء الله الا تكون تجربته رهيبه وحلوه باذن الله. ربنا يبارك لك فيها. امين، يباركنا ويبارك لك يا رب.